لا نزال مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى السنة 5 من الهجرة، وأخذنا منها غزوة دومة الجندل، وأخذنا قدوم وفد مزينة في الدرس السابق، ووصلنا إلى أيضا من الأحداث الهامة التي حصلت في هذه السنة هو زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين زينب ابنة جحش رضي الله عنها. وزينب ابنة جحش رضي الله عنها هي قرشية من بني أسد، وأمها أميمة ابنة عبد المطلب، يعني هي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أسلمت زينب رضي الله عنها بمكة وهاجرت إلى المدينة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طلقها زوجها زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان هناك حكمة من هذا الزواج، وهذه الحكمة هي إبطال حرمة زوجة الابن المتبنى. كان من قانون العرب ومن شريعة العرب قبل الإسلام أن من أراد أن يتبنى رجلا أو أحدا ينسبه إليه يقف بين الناس ويقول: أيها الناس، إن هذا فلان ابني أرثه ويرثني، فينسب إليه، خلاص بصير اللي اتبناه مثل ابنه. وكان من قانونهم أو من شريعتهم أن زوجة هذا المتبنى مثل زوجة الابن. نعلم أن زوجة الابن حرمة مؤبدة، حتى يعني لو تزوج الابن من امرأة ومات عنها أو طلقها تبقى على والد زوجها محرمة حرمة مؤبدة من محارمه. فكان المتبنى يعني يسري عليه نفس الحكم، ولكن الله تعالى أبطل هذه العادة وحرمها في شريعة الإسلام، وأراد بهذا الأمر أن يكون قاطعا لمسألة التبني وحرمة الزواج من زوجة أو من المتبنى ابن أو الابن المتبنى، يعني من طليقته أو من أرملته إذا كان قد تبناه، لأن التبني حرم في الإسلام. وأيضا كان من أهداف هذا الزواج القضاء على عادات الجاهلية بالاعتزاز بالنسب والأحساب. طبعا إذا لابد لنا أن نتكلم قليلا عن زيد ابن حارثة رضي الله عنه، الشهيد الذي استشهد في غزوة أي غزوة؟ غزوة مؤتة. نعم، هو القائد الأول أو الأمير الأول في غزوة مؤتة التي حصلت في أي عام؟ في العام 8 من الهجرة. طبعا فتح مكة كمان في العام 8، ولكن مؤتة سبقت فتح مكة، وهذه المعركة مع الروم كان الأمير الأول أو القائد الأول زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة، ثم خالد بن الوليد الذي استطاع أن يعني يحافظ على جيش المسلمين وأن يعود منسحبا ومنتصرا في آن واحد. زيد بن حارثة رضي الله عنه كان يسمى زيد بن محمد، ويا له من فخر أنه كان ينسب إلى يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن محمد بن عبد الله. لماذا؟ طبعا زيد بن حارثة هو أصله من قبيلة من قبائل العرب تسمى قبيلة كلب أو بني كلب أو الكلابية، بني كلاب. وكان أبوه من وجهاء قومه، وأمه تدعى سعدة. ذهبت في يوم إلى زيارة أهلها في قبيلة أخرى، واصطحبت زيد معها وكان غلاما لم يبلغ الحلم.
وأثناء وجودها عند قومها أغارت قبيلة من العرب على قبيلة قومها، فأخذوه من بين الأسرى، يعني اختطفوه هذه القبيلة، وبيع على أنه عبد بعدما كان حرا. أين بيع؟ بيع في سوق عكاظ. سوق عكاظ اللي ذكرنا أنه كان بالقرب من مكة، ما بين مكة والطائف. اشتراه لتقادير الله سبحانه وتعالى حكيم ابن حزام ابن خويلد رضي الله عنه. هذا الصحابي الوحيد الذي ولد داخل الكعبة. هذا لما يعني كانت أمه في زيارة في الجاهلية إلى داخل الكعبة، فجاءها المخاض فجيء لها بنطع أي جلد فوضعت في داخل الكعبة. هذا الصحابي حكيم ابن حزام ابن خويلد عاش 120 عاما، 60 في الإسلام و60 قبل الإسلام. فحكيم ابن حزام اشتراه ب400 درهم وأهداه لعمته خديجة ابنة خويلد قبل أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكي يخدمها، يعني عبدا عندها. فلما تزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم أهدت النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وهبته له، وتعلق زيد بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا قبل البعثة كله، قبل الإسلام. ومضت الأيام حتى في موسم من مواسم الحج جاء أحد أقارب زيد مع قبيلته حاجا إلى مكة، فلما رأى زيدا عرفه، قال: ألست فلان ابن حارثة؟ قال: بلى. قال: بلغ عني أهلي أني هنا. فلما عاد إلى أهله بلغ والده وأعمامه إن ابنكم، وكانوا يبحثون عنه في مكة عند رجل من قريش يقال له محمد. فقام والده وأعمامه بجمع الأموال من العشيرة من أجل أن يذهبوا بها لفداء ولدهم حتى يشتروه، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والده حارثة وعمه كعب. فلما وصلوا قالوا: يا محمد، يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد مكة، أنتم أهل حرم الله، تفكون العاني وتطعمون الأسير، وإن ابننا عندكم، فهلا مننتم علينا وقبلتم فداءه وأعدتموه لنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير من ذلك؟ قالوا: بلى. قال: أدعوه وأخيره، فإن اختاركم ذهب معكم دون فداء، وإن اختارني فما أنا بالذي يختار عليه الفداء. قال: والله لقد أنصفتنا وزدته. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل زيد فقال له: أتعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي كعب. فخيره، قال: إن شئت فاذهب معهم، وإن شئت بقيت عندنا. فقال: ما أنا بالذي أختار عليه أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبوه: ويحك، تختار العبودية على أبيك وعمك؟ فقال: إني ما رأيت من هذا الرجل إلا خيرا، وما أنا بالذي يختار عليه أحدا. هذا كله قبل البعثة، سبحان الله. عندها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد زيد وخرج إلى حجر الكعبة، ووقف وقال: أيها الناس، هذا زيد ابن محمد، أرثه ويرثني، اشهدوا. تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى والده وعمه هذا الأمر طابت أنفسهم
يعني ارتاحوا وعادوا إلى بلادهم، وبقي زيد رضي الله عنه في مكة، وصار يعني يلقب أو يسمى بزيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أيمن بركة الحبشية، وبركة الحبشية هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم كانت جارية عنده، أمة عنده، وكانت صغيرة يعني، فهي بعدما وضعت آمنة النبي صلى الله عليه وسلم قامت أيمن على رعايته، فسميت بحاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيمن بركة الحبشية. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أيمن تزوجت قبل زيد بن حارثة بعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنجبت منه أيمن. وأيمن استشهد في غزوة حنين في السنة 8 من الهجرة بعد فتح مكة. بعدما يعني طلقها عبيدة ابن الحارث تزوجها زيد ابن حارثة، وأنجبت له أسامة ابن زيد، وكان زيد يلقب بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابنه أسامة يلقب بالحب ابن الحب، يعني كان يحبهم ويعني يعتبرهم من آل بيته صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي إلى المدينة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج زيدا من زينب ابنة جحش رضي الله عنها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن زيدا ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كنا ندعوه إلا زيدا ابن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. عند ذلك دعي بزيد ابن حارثة. طبعا خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش رضي الله عنها لمولاه زيد ابن حارثة، هو الذي خطبها له، ولكنها استنكفت أي ما قبلت. لماذا؟ قالت: أنا خير منه حسبا، وكانت امرأة فيها حدة يعني بالكلام. قالت: أنا يعني قرشية تفخر بأنه من أفضل أنساب العرب، وكان العرب يتفاخرون بالنسب، كيف تقبل أن تتزوج بمن كان عبدا ثم أعتق؟ مولى يسمى المولى النصير، يعني لما يقول مولى بني فلان أي كان عبدا ثم أعتقوه فأصبح من حلفائهم وأنصارهم فيسمى مولى بني فلان. فقالت: كيف وأنا خير منه حسبا؟ فأنزل الله تعالى قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلما نزلت هذه الآية قالت رضي الله عنها: قد رضيته لي يا رسول الله. لما نزلت هذه الآية قال: نعم. قالت: لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنكحته نفسي، فتزوجته ومكثت معه قريبا من سنة. هذا يعني بعد الهجرة، العام تقريبا 3 من الهجرة. ثم جاء زيد يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تؤذيه بلسانها وتتعاظم عليه بشرفها يعني بنسبها. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء زيد ابن حارثة يشكو. أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فدائما مطلع على كل الأحداث التي تحصل في بيته. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فكان يوصي زيدا بإمساكها، ولكن الله شاء أن يحمل رسوله صلى الله عليه وسلم مؤونة إزالة آثار نظام التبني،
فيتزوج صلى الله عليه وسلم من مطلقة متبناه زيد ليوجه المجتمع عمليا بإبطال عادة التبني الذي كان سائدا في الجاهلية. أن الله سبحانه وتعالى كان قد أوحى إلى نبيه أن زيدا سيطلق زينبا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفصح بهذا، وكان يعلم أن هذا بتقدير الله، أنه الخلاف الذي بينهم أنه سيطلقها وسيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من بعده إبطالا لعادة التبني. قد أوحى له أو أطلعه الله تعالى على شيء من الغيب مما سيحصل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحيي من هذا الأمر، وكان يخشى أن يعيب الناس عليه ذلك، أن يقولوا تزوج امرأة ابنه بالتبني. فأنزل الله تعالى قوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني حتى لو أحرجت ولم تبلغ هذا الأمر فإن هذا الأمر سيحصل. ومن أمانة الوحي أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يوحى إليه. تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل الله تعالى عليه لكتم هذه الآية، وهي قوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فطلقها زيد لما وصل معها إلى باب يعني مسدود، طلقها زيد رضي الله عنه. فلما انقضت عدتها من زيد رضي الله عنهما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها علي، يعني أراد أن يخطبها له زوجها السابق أو طليقها اللي هو زيد بن حارثة، حتى ما يقول الناس أنه طلقها إلا برضا نفسه، أنه هو الذي فعل ذلك برضا نفسه وطلقها، فأراد وأنه ليس في صدره أو حرج من هذا الأمر أبدا، فذهب هو وليخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، تخمر تغطي يعني. قال: فلما هو يقول زيد بن حارثة قال: فلما رأيتها عظمت في صدري، سبحان الله، استعظمها حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. قال: لماذا؟ قال: لأنها، قال: فوليتها ظهري ونكصت على عقبي، يعني تراجعت إلى الخلف ووليتها ظهري وكلمتها فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك أي يخطبك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها. يعني ماذا تقصد؟ تقصد أنها تريد أن تصلي الاستخارة، أن تستخير ربها. ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. لماذا؟ لأنها زوجها الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن لما أنزل قوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي زوجها. فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بنى بزينب رضي الله عنها بخبز ولحم، وأشبع الناس خبزا ولحما.
عن أنس رضي الله عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب ابنة جحش فأشبع الناس خبزا ولحما. وقال أنس: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. وعن أنس ابن مالك قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، ويقصد زيجته هذه من زينب. قال: فصنعت أمي أم سليم، وكنا تكلمنا في دروس سابقة أن هذه العائلة كانت يعني من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، من أصدقائه، يعني أبو طلحة الأنصاري وزوجته أم سليم وأبنائهم، فكانوا هذه العائلة أو هذه الأسرة من الأنصار من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم من أصدقائه. قال: فصنعت أم سليم حيسا فجعلته في تور. والحيس هذه أكلة قديمة، يعني تصنع من التمر مع السمن مع اللبن أو مع الإقط. الإقط هو اللبن الجامد، أيوة، هذه تخلط مع بعضها وتعجن فتسمى حيسا. قال: فوضعتها في تور، يعني في إناء، فقالت: يا أنس اذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. يعني هذا ما في شيء من واجبك، مثل ما تقول، هذا اللي يعني نقدمه هدية لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا. طبعا هذا غير الوليمة التي أولمها النبي عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى قال: فادع لي فلانا، ربما تكون عدة أيام، وفلانا وفلانا ومن لقيته، يعني سمى له أناسا من الصحابة ثم قال له: ومن لقيته في طريقك فادعوه أيضا. قال: وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: كم كانوا عددهم، أو كم كانوا؟ قال: زهاء 300 الذين دعوهم. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التورة، أي الإناء. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة بالرجال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق 10 وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي: يا أنس ارفع الطعام. قال: فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، يعني لم ينقص منه شيء. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، تكثير الطعام القليل. فلما طعم الناس، يعني أكلوا وليمتهم، جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، يعني لا يزالون. انطلق الناس، ظل مجموعة من الناس 4 5 تقريبا جالسين وأطالوا الجلوس، وزوجته مولية وجهها تجاه الحائط. طبعا هذا قبل أن تنزل آيات الحجاب، لحد اليوم ما نزلت آيات الحجاب، كان لا يزال الأمر لم تنزل هذه الآيات. فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون. فأنزل الله في هذا الشأن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. طبعا هذه الآية نزلت
تأمر نساء النبي أو النبي عليه الصلاة والسلام في أن يحجب نساءه عن الناس. وسبحان الله وافق هذا كلام عمر رضي الله عنه. كان عمر يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني يا رسول الله يدخل على نسائك أو يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، إنه يعني ما يجلسن بمجلس الرجال أن يحتجبن، فأنزل الله تعالى آية الحجاب موافقة لرأي عمر رضي الله عنه. وكان هذا الموقف بعد زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب ابنة جحش الذي حصل كان سببا في نزول آيات التي تأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحجب نساءه عن الناس. وكانت أم المؤمنين زينب ابنة جحش رضي الله عنها من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا رضي الله عنها. وكانت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. فكن، تقول عائشة رضي الله عنها، فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب رضي الله عنها. طبعا المقصود كنا يتطاولن، صار نقيس من إيدها أطول كنا يدا، أنه هي أول واحدة راح تلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، ولكن فهم الحديث على غير ما أريد به. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. أطولهن يدا يعني في الصدقة، كانت أكثرهن تصدقا على الفقراء والمساكين، فكانت هي أول من لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي، فأذن لها فقالت: يا رسول الله، فاطمة تقول: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. تقول عائشة وأنا ساكتة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قال وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، أي ابنة أبي بكر عائشة رضي الله عنها. فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين زوجاته في النفقة وفي المبيت وفي كل شيء، ولكن كان يقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. يعني في ميل القلب لا يستطيع الإنسان أن يعدل، قد يفضل زوجة على زوجة، يحب زوجة أكثر من زوجة، هذا أمر قلبي خارج عن الإرادة. قال: فلا تؤاخذني فيما لا أملك. فكنا يعني كانت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يغار من عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها أكثر زوجاته في حياته. قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي التي تنافس عائشة رضي الله عنها. ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به،
وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، يعني أن الرجوع والتراجع، أنه كان فيه شيء من الحدة ولكن يعني سرعان ما تتراجع وتعود. وقد توفيت أم المؤمنين زينب ابنة جحش رضي الله عنها سنة 20 من الهجرة في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وعمرها 53 سنة، يعني لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقريبا بال35 يعني قريب من ذلك. وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعده، وقد صلى عليها عمر رضي الله عنه، ودفنت رضي الله عنها في البقيع، رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.